مع يعني لقاء هنشوفه نبعد شويه ونكسر بيه حده التوتر ده ونرجع تاني للتحكيم ان شاء الله. نروح نشوف التقرير ونرجع تاني. ما فيش حد بيسأل عليا أبدا، ولا زملاتي ولا أي حد من النادي المصري اللي عمري قضيته في النادي المصري. ما فيش حد في النادي المصري بيسأل عليا أبدا، ولا أي واحد فيهم ولا أي حد بيسأل عني. المفروض يسأل عني، يعرفوا أخباري، تعبان مش تعبان، مريض مش مريض، يسأل عني بس. فناشد الوزير الجديد انه يهتم باللاعيبة القدام، لان دول ادوا مصر كتير يعني. فان شاء الله ربنا يكرمه ويحقق لهم اللي هم طالبينه يعني. انا معاه بكالوريوس تربية رياضية، وبعدين ما في الشغل ولا ليا معاش ولا ليا أي حاجة. فأرجو إن المسؤولين يهتموا بالناس دي. النادي المصري ما حقيقة ما ادانيش أي شيء. خلاص أنا بطلت كورة. أنا انتهيت بالنسبة للنادي المصري، أنا انتهيت بالنسبة له يعني. وده كان كل املي ان النادي يساعدني ويقف جنبي، انما ما عمليش اي حاجه. النادي المصري ما عمليش اي حاجه ابدا ابدا ابدا. و تاريخ كويس في النادي المصري، وانا ما سبتش النادي المصري ابدا ولا تخلت عنه في أي لحظة من اللحظات. كان في مقدور إن أنا أنتقل لأي نادي كبير في مصر، إنما أنا ما رضيتش أنتقل. وأنا الحمد لله شرفت بانتمائي للنادي المصري، إنما النادي المصري ما عملش حاجة خالص. بطلب منه إنه يقف جنب اللعيبة القدام ويساعدهم ويشوف طلباتهم ايه يعني ده اقل شيء ينفذه للناس اللاعيبه الكبار اللي تخطط 70 سنه. يفضل جنبهم ويقف جنبهم لغايه ما الحق ياخد حقه تمشي الأمور كما هي. ما فيش أي اهتمام خالص من عبد المنعم الحاج، لأن عبد المنعم الحاج كان زميل ملاعب وأعرفه كويس جدا، إنما عملش أي حاجة. أنا حابب أقول لهم يعني إن الدنيا دي قلابة يعني، يوم في السماء ويوم في الأرض. وصلت بقى بأرض خلاص، لا حد مش قاعد يسأل عني. إنما لما كنت لعيب كان كله بيجري ورايا، كان كله بتمنى لي النجاح وكل شيء. إنما دلوقتي في خلاص بقى اللعب راح وكل حاجة راحت مني، ما عادش حد بيسأل عني. لا بورسعيد اللي اديتها عمري، اديتها حياتي، اديت النادي المصري عمري كله، ما فيش حد سأل عني. لا مش متابع طبعا الرياضة ولا النادي المصري ولا أي حاجة أبدا. أنا قاعد في بيتي وحيد يعني، خلاص ما ده قدري، ودي خلاص ما عادش في أي حاجة.
وبعدين أنا يعني من الناس اللي أديت كتير جدا وما خدتش أي شيء من النادي المصري. مفيش اتصالات بيا خالص، ومفيش حد منهم بيسأل عني أبدا أبدا أبدا، ولا ده ولا ده ولا أي واحد في بورسعيد كلها مفيش حد بيسأل عني خالص إطلاقا. وخلاص يعني ولا الاستاذ كامل ابو علي ولا الباشمهندس ولا اي حد بيسأل عني على الاطلاق ابدا، كلهم ماركة واحدة. انا اقول ايه يعني، ما فيش حد بيسأل عني، ما فيش حد بيزورني، ما فيش حد بيجي يخبط على الباب يقول انا فلان انا كذا عشان افرح بيه، يعني ابقى ليا برضو عند الجمهور ما زلت يعني اسمي كذا. انما دلوقتي ما فيش حاجه، ولا حد بيخبط على الباب ولا حد بيسأل عني خالص. انا بعاتب على اداره النادي المصري انها ما شافتش اللعيبه القدام ديت اللي خدموا النادي سنين طويله وما خدوش اي شيء من النادي. ما فيش اي حاجه عايزها ابدا، انا بس يزعلني الحاجه اللي بتأثر فيا ان النادي المصري اللي اديته عمري اديته شبابي ما حدش سأل عني. ما عملوش حاجه النادي المصري يعني اي واحد يلعب فيه، فما اعتقد انه يخطئ انه يلعب في النادي المصري، لان النادي المصري ما اداش اي لعيب اي حاجه. انا الحديث بصراحه وجع قلبي جدا، لان بالرغم من الحاله المرضيه اللي هو بيعاني منها الا انه برضه ما قدرش يعبر على اللي جواه، لان اللي جواه كتير قوي. الراجل بقاله 9 سنين مريض عيان، فاولا يعني اقل حاجه يبقى له مثلا اتحاد الكوره، المجلس الاعلى للشباب والرياضه، الناس اللي هو ضحى عشانهم وضيع عمره وشبابه عشانهم يسالوا عليه. دي نمره 1. نمره 2 زمايله بتوع منتخب مصر كلهم ما فيش حد حتى شال التليفون وقال له سلامتك يا كابتن شاهين، فطبعا دي معنويا بتأثر فيه. ثالثا زمايله هنا ببورسعيد كلهم بدون استثناء برضه ما فيش حد بيسأل عليه ولا حد بيقول له انت فين. من يوم ما مرض وهو قاعد في البيت انا وهو لوحدنا وولادنا بس، لا اكثر ولا اقل. ده راجل تعب وخدم وحارب، ده قعد في الجيش 7 سنين في حرب 73، قعد من 67 ل 73، يعني راجل للحرب وراجل السلام. تعب فورة وتعب في الحرب وعمل يعني ادى لمصر كتير قوي قوي قوي، فمن حقه ان هو ياخد حتى ولو 1 من 1000 من اللي هو اداه لمصر. مصر صحيح غالية علينا، ومصر صحيح احنا كلنا بنحبها، لكن برضو لازم تراعي ولادها وتراعي الناس اللي شرفوها. ده شرفنا بره، ده في ماتش البرازيل كان اللعيب وما حصلش من يوم الكرة دي ما اتعملت، ما حصلش ان مصر هزمت البرازيل او اتعادلت مع البرازيل. الناس الكبار بيقدروا، فالناس الصغيرين المفروض تقدر. صراحة المحافظين بتوع بورسعيد بصراحة يعني ناس أفاضل، ناس كرمة، احنا محظوظين بمحافظيننا، من أول الدكتور مصطفى كامل، بعدين الدكتور مصطفى عبد اللطيف جزاه الله كل خير، وقف جنبه وقفة رجولة وقال لي انتوا عايزينه انا تحت امركم. الحمد لله احنا مصريين والحمد لله مش عايزين حاجة من حد، احنا عايزين بس روح المعنوية، يشجعوه معنويا، يقفوا معاه. المريض ده محتاج بس السؤال، مش محتاج اي حاجة. الحمد لله مستورة معانا والحمد لله، اللهم لك الف حمد وشكر.
بصراحة مش عارف أقول إيه. بصراحة يعني حديث مؤثر جدا للنجم محمد شاهين وزوجته السيدة الفاضلة. يعني مش عارف، دايما الناس ما بتبقاش موجودة على الساحة، خلاص بتتنسي وتروح في دايرة النسيان. لكن أعتقد يعني القلوب الرحيمة، الناس اللي بتقدر، الناس اللي